تخيل لو قلتلك إن أعظم هرم في مصر اتبنى في سنة واحدة بس. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. القصة بتبدأ مع فرعون شاب طموحه كان أكبر من سنه ومن كل اللي حواليه. كان بيحلم بهرم يوصل عنان السماء، لكن الكهنة وكبار المهندسين قالوا له مستحيل. قالوا له إن ده محتاج عشرات السنين وآلاف العمال. لكن طموحه كان زي النار، ما بيعرفش المستحيل. وفي ليلة ظهر في القصر راجل غريب، محدش عارف هو مين ولا جاي منين. الراجل ده كان مهندس غامض، عينيه فيها سر عميق ومعرفة ما تتوصفش. واقف قدام الفرعون وقاله جملة واحدة: أنا أقدر أبني هرمك في سنة واحدة بس. القاعة كلها سكتت والكل بص لبعضه في ذهول. ده جنون. الكهنة حذروا الفرعون من قوة الظلام ومن التعامل مع المجهول، لكن الفرعون شاف في عيون المهندس ده حاجة مختلفة، شاف ثقة مطلقة. قرر يتحدى كل التقاليد والمعتقدات القديمة ويسلم المشروع للمهندس الغامض. وفعلاً بدأت عملية البناء بطريقة محدش شاف زيها قبل كده. الأحجار الضخمة كانت بتترفع كأنها ريشة في الهواء. العمال كانوا بيشتغلوا بنظام ودقة كأنهم آلات مش بشر. الناس كانت بتتهامس، هل المهندس ده بيستخدم قوة خفية؟ هل هو بيسخر كائنات من عالم تاني عشان يبني الصرح العظيم ده؟ السر الحقيقي كان في معرفته، تكنولوجيا غريبة متقدمة عن عصرهم بآلاف السنين. المهندس كان بيستخدم تقنيات صوت واهتزازات بتحرك الحجارة بسهولة. كان عنده فهم عميق للفيزياء والهندسة بطريقة تتجاوز حدود المنطق. الهرم كان بيعلى يوم عن يوم كأنه بينمو من الأرض مش بيتبني. الفرعون الشاب كان بيشوف حلمه بيتحقق قدام عينيه، عظمة مفيش زيها. وفي أقل من سنة وقف الهرم شامخ، معجزة هندسية بكل المقاييس. المهندس الغامض اختفى زي ما ظهر فجأة وبدون أي أثر. ساب وراه لغز كبير وساب وراه هرم بيشهد على طموح فرعون وثكته في المجهول. الناس فضلت تحكي عن المهندس اللي بنى الهرم في سنة. هل كان من البشر أصلاً؟ السر ده فضل مدفون مع الفرعون، سر القوة الحقيقية اللي مش في السحر لكن في العلم.